افريقيا بعد مجموعه من الرباطي بقياده رشيد الطوسي، عزيمه واصرار ابداع. 8000 مشجع هنا بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بماوي من جانب فريق الفتح الرياضي الرباطي، دون نسيان اسماء اماميه. يوسف قديوي محاوله المرور والمغربي، كره فريق الجيش الملكي نور الدين قاسمي، كره مع على نفس الشاكله. ربما بوخارست كانت المحطه الثانيه. رفيق بوخارست مخالفه مجددا بدوري المغربي. كره ملعوبه عسكريه، تدخلت نور الدين قاسمي تجاه مصطفى العلاوي. اول كتب اظن ان الفتح الرياضي الرباطي نور الدين الملكي. شيء صعيبة هناك في هذيك مباراة كبيرة بين الكبيرين، بين عريقين فريق الفتح الرياضي الرباطي وفريق الجيش الملكي، في مباراة تعد بالشيء الكثير من الطرفين، لا من فريق الفتح ولا حتى من فريق الجيش الملكي. ضربة او مخالفة تنفذ، كرة ملعوبة. الجماهير العسكرية والفتحية لا زالت تنتظر الاهداف الامامية لفريق الفتح الرياضي الرباطي. كرة لجواد ودوش، جواد يوسف القديوي تضيع، يوسف القديوي لم نعين بكثرة. يوسف القديوي مرور جيد، تحضير جيد، وقاسمي نور الدين قاسمي عرضية. العلاوي كيطلب يعرف رشيد الطوسي بشكل كبير، سابقا له ان دربه بالمنتخب الاولمبي وايضا بالمنتخب الشباب. بالتالي فكيلجؤوا للتسديد من خارج منطقة العمليات، وهذا حل من الحلول اللي قلنا من اجل هزم دفاع فريق الفتح الرباطي، خصوصا بتواجد مجموعة من الاسماء على مستوى الخط الدفاعي لفريق الفتح.